السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي بالله في قناة ميثولوجي. كنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. في هذه الحلقة اللي غنتكلموا فيها حول الدفعة الدعم المدرسي. الدفعة أو الصرف ديال الدعم المدرسي واش داز عبر حساب البنكي الخاص بنا، سواء بنك سياج أو كاش فلوس أو الشركة العامة أو البريد البنكي أو البنك الشعبي أو أي بنك انتم محلين في الحساب ديالكم. واش دابا حاليا كاينة الدفعة ديال الدعم المدرسي؟ ثم غنتكلموا على اسر اللي هما مشاو هاد اليومين باش يتسيروا الدفعه ديالهم ديال التاسعه ديال الدعم الاجتماعي المباشر، ولكن ما لقاوش الدفعه ديالهم في الحساب البنكي الخاص بهم. فدابا واش تم ارسال الينا الدفعه التاسعه عبر حساب البنكي الخاص بنا او مازال؟ فكل ما عليكم انكم تشاهدوا معي الفيديو الى اخره، ثم ما تستجدوا اعجاب وتشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما جديد. وكذلك ما تنساش بارطاجيو الفيديو مع كل عائله الاسره اللي كيستافدوا من الدعم الاجتماعي المباشر، غيستافدوا حاليا من الدعم ديال المدرسي. كنتمنى يبارطاجيو الفيديو مع كل عائله الاسر اللي هما مسجلين في منصه ديال الدعم باش يستافدوا من الفيديو هذا، لان فيه مجموعه من النقاط مهمه بزاف. دابا نبداو في الموضوع ديالنا حول الدعم المدرسي. الاسره اللي كتسال حول الدفعه او الصرف الدعم المدرسي واش كاينه في حساب البنكي الخاص بنا؟ فالجواب هو ان الدفعه ديال الدعم المدرسي تم ارساله اليكم عبر حساب البنكي الخاص بكم. واش في جميع الوكالات البنكيه عبر المملكه؟ فالجواب هو دابا حاليا ما عرفناش واش تم ارسال هذه الدفعه هذه الى جميع ابناء المملكه، لان كاين دابا اللي غيستلم الدفعه ديال الدعم المدرسي اليوم، وكاين اللي غيستلمها حتى الليل، وكاين اللي غيستلمها غدا في الصباح او غدا مع العشيه، كاين اللي غيتوصل الدفعه على بكري، وكاين اللي غتعطى عليه واحد يوم او يومين. لهذا لا داعي للقلق. اللي مهم اللي هو عندنا ان الدفعه الدعم المدرسي نلقاوها عبر منصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر. وكذلك بعض الاسر اللي كيتسالوا كيقول لك حنا ما كنعرفوش ندخلوا منصه ديال الدعم الاجتماعي باش نشوفوا الدفعه ديالنا، سواء الدفعه التاسعه او الدفعه ديال الدعم المدرسي. الطريقه سهله جدا. كل ما عليكم انكم يكون عندكم الهاتف معبأ في الانترنت، بعد اذن كتمشيو لجوجل ثم كتضغط عليه، بعد اذن كتظهر معكم الصفحه هذه، كتمشيو لمحرك البحث ديال جوجل كتكتبوا فيه الدعم الاجتماعي المباشر باللغه العربيه. الدعم الاجتماعي المباشر. اذا ما عرفتش انك كتكتب هذه الكلمه هذه، كتشوف شي واحد من العائله يحاول يدخل منصه باش يكتشف لك الدفعه ديالك. اذا كملوا الموضوع ديالنا، كنمشيو لجوجل كما قلنا، كنكتبوا في محرك البحث الدعم الاجتماعي المباشر. بعد اذن كيطلع معنا الموقع في اول صفحه كنضغطوا عليه، ثم كتظهر معنا الصفحه الرسميه ديال الدعم الاجتماعي المباشر هي asd.ma. مزيان. دابا كل ما عليكم هو الذهاب الى الشريطه في المكان هذا، كنحاول نضغطوا عليها، ثم كتظهر معكم واحد الخانه اللي مكتوبه فيها فضاء الخاص باللون الاحمر، كتحاولوا تضغطوا عليه. بعد اذن كتظهر معكم الصفحه هذه اللي فيها جوج ديال الخانات. الخانه الاولى ادخل المعرف المدني الاجتماعي الخاص بكم، وفي الخانه الثانيه كتدخلوا هذا الرمز كما هو عندكم في الصوره. هذا الرمز اللي فيه ارقام بالالوان كتحاولوا تقيدوا كما هو عندك في الصوره. مزيان. بعد ما قيدنا هذه المعلومات هذه كنحاولوا نضغطوا على التاكيد في المكان هذا، ثم كتظهر معنا الصفحه اخرى اللي فيها الدخول باللون الاخضر، كنحاولوا نضغطوا عليها. بعد اذن كتظهر معنا الصفحه اخرى اللي فيها واحد الخانه اللي غنحاولوا ندخلوا فيه واحد الرمز غيجينا في الهاتف ديالنا. هذا الرمز اللي هو مكون من 6 ارقام غيجيكم في ميساج ديال الهاتف ديالكم. هذاك الرقم اللي هما تيجيو به استجواب السكان، تيجيو به الاسم الموحد، وتيجيو به عبر منصه ديال الدعم، هو نفسه غيجيك بواحد الرمز في الميساج ديال الرساله في الهاتف ديالكم. كتقيدوا كما هو عندكم في الصوره. اذا كما كتشوفوا معنا جانا الرمز كما هو عندنا، غنحاولوا نقيدوه في هذا المكان هذا اللي هو 6 ارقام، ثم كنضغطوا على المكان هذا. بعد اذن كتظهر معنا الصفحه الرسميه الخاصه برب الاسره اللي فيها مرحبا بكم في فضائكم الخاص. مزيان. دابا كنحاولوا نمشيو هاد 3 اشرطه كنحاولوا نضغطوا عليها، ثم كتظهر معنا المبالغ المدفوعه في هذا المكان هذا. هنا كاين واحد المشكل طرا مع بعض الاسر في هاد اليومين هذه. هذا المشكل هذا اللي هو عباره عن مبالغ مدفوعه ما كتبان لهم. اذا دخلت المنصه ديال الدعم الاجتماعي باش ما لقيتش مبالغ مدفوعه في المكان هذا، فهنا بلا ما تقلق. هذا المشكل كيكون عندهم هما. علاش؟ لان الموقع عليه الضغط. راه كاين بزاف ديال الاسر دابا حاليا كيدخلوا المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر باش يكتشفوا الدفعه ديالهم التاسعه او يكتشفوا الدفعه ديال الدعم المدرسي، ولكن ملي كيدخلوا المنصه كيلقاو الضغط على المنصه، او كيلقاو الموقع ثقيل، او كيلقاو الموقع كيتعطل عليهم باش كيدخلوا الصفحه الرئيسيه ديال رب الاسره. فهنايا الانسان بلا ما يتقلق في المساله هذه، من الاحسن حاول تدخل مع الصباح بكري. حاول تدخل المنصه ديال الدعم الاجتماعي في الصباح بكري، كتكون شويشه مع شي الضغط. اما دابا حاليا عليها الضغط مع العشيه او مع داك الجوج كتكون عليها الضغط بزاف، وخصوصا مع العشيه كتكون عليها الضغط بزاف. كيدخلوا العائلات والاسر باش يكتشفوا الدفعه ديالهم. اذا قلنا كنحاولوا نضغطوا على المبالغ المدفوعه، ثم كتظهر معنا الصفحه اللي فيها الحساب البنكي في اول صفحه اللي هو مفعل باللون الاخضر، ثم كنزيد شويه لتحت كنلقاو تحت المبالغ المدفوعه جميع الدفعات ديالنا، سواء اول دفعه اللي غتشدوا ديال الدعم الاجتماعي المباشر، او هناك مجموعه من الدفعات اللي شديتوها الشهور اللي كازوا، وكتلقاو معاهم حتى الدفعه ديال الدعم المدرسي في المكان هذا، هي الدفعات التكميليه كتلقاوهم معاهم في هذا المكان هذا. اذا بعد ما عرفت الدفعه ديالي
ديال الدعم الاجتماعي المباشر، كذلك الدفعه ديال التكميليه ديال الدعم ديال المدرسي. فهنا خاصني نتاكد واحد الحاجه اللي هي مهمه، الا وهي هذيك الدفعه كتشوف شحال صادوا لك فيها، واش 200 درهم، واش 400 درهم، واش 300 درهم، واش 500 درهم، واش 700 درهم، واش 800 درهم. كل واحد شحال غتجي على حسب الابناء ديالك اللي هما باش في المنصه ديال الدعم، او اللي هما كيقراو في المدرسه اللي عندهم رمز المسار الخاص بهم كامل بهم. مثلا عندك جوج ابناء خاصك تجيك 400 درهم او 500 درهم على حسب شنو قسم كيقراو. اذا كان عندك الابن الاول كيقرا في اعدادي وابن الثاني كيقرا في الثانوي، فهنا خاصك تجيك 500 درهم. اذا كان عندك ابن الاول كيقرا في ابتدائي والثاني كيقرا في اعدادي، فهنا خاصك تجيك 400 درهم. اما اذا كان عندك الابن الاول كيقرا في اعدادي والثاني في الثانوي، فهنا خاصك تجيك 500 درهم. علاش؟ لان ابتدائي واعدادي عاملين لهم 200 درهم للطفل، اما بالنسبه للثانوي عاملين لهم 300 درهم لكل طفل. يعني كمثال اذا عندي ثلاث ابناء، واحد كيقرا في ابتدائي، واحد كيقرا في اعدادي، واحد كيقرا في الثانوي، فهنا خصك تجيك 700 درهم. الاول كما قلنا ابتدائي كتجي 200 درهم، والثاني اعدادي كتجي 200 درهم، والثالث ثانوي كتجي 300 درهم، يصبح مجموع 700 درهم. هذيك 700 درهم خصك تلقاها كما هي عندك في المنصه ديال الدعم. اذا لقيتي عندك 400 درهم، فهنا خصك تشوف شنو هو السبب اللي صادك 400 درهم. واش يقدر يكون الابناء ديالك عندك مقيدين في المنصه ديال الدعم، شي واحد فيهم ما قيدتش مع رمز المسار، او يكون عنده خطا عندهم هما. فهنا ضروري انك خصك تتاكد من المساله هذه. اذا لقيتي مثلا عندك كلشي صحيح، فهنا هذيك 700 درهم هي اللي غتجيك ان شاء الله اليوم في الحساب البنكي الخاص بك، او سواء غدا او سواء مع عشيه. عندك جوج ابناء مسجلين في المنصه ديال الدعم، فهنا خصك هذوك جوج ابناء يجيهم 400 درهم او 500 درهم على حسب شنو القسم كيقراو، واش ابتدائي، واش اعدادي، واش ثانوي. انت كتحاول تجمع مجموع كامل ديال الابناء اللي هما كيقراو عندك في المدرسه، كتشوف شحال غيجيهم من واحد، واش 400 درهم، واش 800 درهم، واش 700 درهم. المهم انت كتحاول تجمع، عندك ثلاثه ولا عندك ابناء ولا عندك واحد ابن، المهم كل واحد خصو يجي واحد المبلغ المالي، وكتجمع مجموع كامل. هذاك المجموع هو اللي خصك تلقاه في المنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر. وبعد اذن كتمشي من الحساب البنكي الخاص بك او البنك اللي تنحل فيه الحساب ديالك، كتلقى تما ديك الدفعه ديالك كما هي عندك في المنصه، كما هي غتلقاها عندك في الحساب البنكي الخاص بك. كنتمنى يعني تكون الفكره واضحه، كنتمنى كل واحد يبارطاجي هذا الفيديو باش كلشي يستافد يعرف الحقيقه. بالنسبه دابا النقطه الثانيه، حاول نوصل اللي هما كيقول لك حنا مشينا والبارح او هاد اليومين مشينا للبنكه باش نتريو الدفعه ديالنا، ولكن الدفعه ما كاينش تما. واش دابا حاليا كاينه الدفعه ديال التصيعه ديال شهر غش، واش كاينه في الحساب البنكي؟ فجاوبوا ان دابا حاليا تم ارسال الدفعه التصيعه عبر جميع ابناء المملكه، فما عليك انك تمشي للبنك اللي تنحل فيه الحساب ديالك، وان شاء الله غتلقى الدفعه ديك ديال التصيعه مع الدفعه ديال الدعم المدرسي. ثم الاسر اللي هما ساكنين في الباديه يعني قرويين، هادو اللي كيتسالوا كيقول لك حنا غنهاودوا حتى المدينه وغنلقاو بنكه ما فيهاش الدفعه ديالنا ديال الدعم المدرسي او الدفعه التصيعه، فشنو خصنا نعملوا؟ فهنا خصك تشوف شي واحد من العائله باش يتاكد لك من الدفعه ديالك واش كاينه تما في حساب البنكي الخاص بكم. هذا اذا كانت البنكه بعيده عليكم على الدار. اذا احبب الله وصلنا الى ختام الحلقه هذه، كنتمنى كل واحد يبارطاجي الفيديو مع كل عائله الاسره اللي كيتسالوا حول الدفعه ديال الدعم المدرسي، وكذلك الدفعه التصيعه واش كاينه بحساب البنكي الخاص بنا. فجاوبوا كما وضحنا في الفيديو هذا. وفي الختام فضلوا يسا امر تبقوا لنا بالزر والاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لكي يصلكم ان شاء الله كل جديد، والى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.